السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم معاكم عبد الرحمن وليد او عبد الرحمن النص. اول ما تلاقي الجوده كده والاضاءه كده اعرف ان انا واخد على صداغي من الدنيا، فاهم انت؟ وتك تك وعمال بحاول اخطف الفيديو دوت خطفايه سريعه، فاهم؟ فمعلش تعالى معايا سكه. بس يا عبد الرحمن كونك بتحاول تخطف كده يبقى المحتوى كحيان، لا يا زميلي معلش، نيجي عند المحتوى ونقول ستوب. اصل انا عبد الرحمن النص فعيب اسمع بقى البقين دول، جملتين في الصميم هيغيروا حياتك. الجمله ديت ليها طابع ديني شويه يا عبد الرحمن، شغل بقى مولي والشغل ده ملناش فيه يا عم. عارفين يا عم، عارفين يا عم الوحش. اتقل شويه عشان انت غشيم، وانا العيال الغشم دي ما بحبهاش، واضربها على طول على صداخك يا طخ، فاهم انت؟ فركن شويه واهدى. انا قلت لك ايه في اول الفيديو؟ هغير حياتك. حياتك طالما اتكلمنا عن الحياه زي اغلب فيديوهاتنا هنا، يبقى لازم نجيب سيره ربنا اللي هو عمل لنا الحياه دي. مختلفين يا عم؟ لا مش مختلفين، تمام. خد دي بقى، ما تنسبش اي نجاح او شطاره او جينات او حتى فشل او اي موقف، ما تنسبوش لاي حاجه غير لربنا. هوب 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 يا عبد الرحمن، فاهم؟ واحد دلوقتي غشيم بقى بيقاطعني وانا بتكلم، فاهم؟ يا عبد الرحمن ده انت مش قلت لسه جملتين في الصميم ومش عارفه ايه البديهيات اللي انت بتقولها دي؟ غشيم. لا بص، هو انا ما بقولش بديهيات عامه، انا جاي اقول لك تكمله الجمله دي. انت الجمله دي بتسمعها بقالك كام سنه؟ 20 يعني مينيمم. عارف اصغر واحد هنا سمعها 16 سنه مثلا. حلو قوي. جاي اكمل لك. لو ما عملتش كده ايه اللي هيحصل لك؟ بص يا زميلي، كل حاجه بتتغير وكل حاجه بتروح وتيجي، لكن ربنا ما بيروحش ولا يجي. ربنا دايما موجود. فبالتالي انت دلوقتي مثلا نسبت نجاحك في الدراسه لدكتور معين موجود عندك في الجامعه. الدكتور ده مشي، تكتئب وتفشل وخلاص انا هفشل وما تذاكرش وتعمل؟ لا. لكن انت لو ناسب نجاحك لربنا، ربنا على طول موجود. الدكتور ده مشي، الدكتور ده راح يمين شمال، عبد الرحمن واحد بقى بيقاطعني تاني، فاهم؟ بس ثانيه واحده يا عبد الرحمن، ما هو الدكتور ده فعلا هو اللي بينجحني. ايوه ماشي يا زميلي، في حاجه انت نسيتها. لو الدكتور ده انت ناسب نجاحك ليه، هو هيمشي، انت هتكتئب وبص هتبانك. انما انت لو انت مش ناسب نجاحك لربنا، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هتقول ماشي الحمد لله، ها اللي بعده على طول. هي دي هتبقى عقليتك. اصل في ناس بتسالني، رحمن يخرب بيت امك مدينه كنت عامل كده ازاي؟ هي دي العقليه يا زميلي، هي دي العقليه. الحمد لله اللي بعده، فاهم؟ بس يلا، عايز حاجه؟ سلام.